السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابنا الكرام في مصر وخارج مصر. أنا النهاردة عاملة معاكم الكشري. عملته بأبسط طريقة، وطبعا ستات البيوت عندنا يعرفوا يعملوا الكشري ازاي، وطبعا أشطر مني وكل حاجة. زي ما انتوا شايفين كده أنا عاملة الكشري بأبسط حاجة، عاملاه بعدس جبة وشعرية ورز. عملته بقى ازاي؟ عملت الزيت الاول، وبعدين نزلت فيه الشعرية حمصتها، وبعدين نزلت عليه الرز، ونزلت عليه نقعت العدس ونزلته برضو عليه، وكله مع بعض قلبته مع بعض في الزيت مع تحميصة الشعرية. حطيت عليه عقد المية بتاعنا، وحطيت عليه المكرونة الاسباجيتا على الوش اهي زي ما انتوا شايفين. طبعا ما كانش عندي مكرونه عقل، عملته بابسط طريقه. وعملته زي ما انتوا شايفينه كده، وعملت البصله بتاعته زي ما انتوا شايفينها اهي. قليت له البصله في الزيت، وخدت الزيت بتاع البصله حمرت فيه الشعريه. تمام كده. بعد كده عملت الصلصه بتومه، حطيت تومة في حبة زيت وحمرتها كده حاجة بسيطة، وبعدين طفيت عليها بالطماطم، وبعدين حطيت شوية خل وشوية كمون وشوية شطة وشوية ملح. وزي ما انتوا شايفين كده معانا هنحط كده عليه الطماطم، عاملاها بالخل والثوم وكله مع بعضه، حاجة بسيطة عشان تبقى سهلة وبسيطة. نقدر نعملها كلها في حلة واحدة. هنحط عليه الطماطم كده، الطماطم دي بالخل مجهزة بكله اهي زي ما انتوا شايفينها كده، سهلة وبسيطة. وهنحط شوية البصل المحمرين كده فوق الوش وطبق كشري معانا كده سهل وبسيط. هنمسح كده الطبق، ننضف كده الطبق. اصبح معانا طبق كشري هون سهل وبسيط، يعني حاجة سهلة ونقوم نعملها كلها في حلة واحدة. طبعا انتم سيد من يعمل طبعا كشري وشاطرين في العمايل بتاعة الكشري، مش محتاج كلام، وحاجة بسيطة وحاجة سهلة وطعمه حلو وريحته حلوة اهو. وبألف هنا لكل اللي شاف الوصفة معانا، وما ينسناش في اللايك والشير والسبسكرايب يوصل لكم مننا كل جديد. مع السلامة، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله.